اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات المزيكاتي. حلقه النهارده تخص كل الناس اللي بتعمل مزيكا لنفسها وعاوزه توزع لنفسها وتميكس وتماستر لنفسها زي حالاتي. مش هقولك ان انا مهندس صوت وان انا خدت وعملت ومعرفش ايه وبتاع، لا، انا واحد زيك بحاول اجتهد واحاول دايما اكون ابديتد واقعد اذاكر كتير عشان اقدر اوصل للحاجه اللي انا عاوزها للاغنيه بتاعتي. في حلقه النهارده هقولك ازاي تعمل ميكس حلو جدا في كام نقطه، وبرضه هقولك على شويه تفاصيل وحاجات مهمة جدا 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 انا بستخدمها حاليا. عاوز تعرف ايه؟ هقولك. معاكم جيمس ماسي من برنامج المزيكاتي وفصل موسيقي. عزيزي المشاهد، اهلا بيك في الجزء العملي من ازاي تعمل ميكس. مبدئيا كده في شوية حاجات مش هقولها بالتفاصيل لان ده هتحتاج وقت كتير قوي. لو احتجت حاجة من اللي انا بقولها في وسط الحلقة قولي عليها بحيث ان انا اعملها منفصلة في حلقة تانية. وبرضو تابع لاخر الفيديو علشان هقولك شوية معلومات مهمة قوي تمشي عليها هتفيدك جامد جدا. نبتدي اول حاجة، هنقسم الشغل بتاعنا في الميكسينج لكذا بوينت. اول واحدة وهي EQ. احنا هنشتغل كل التراكات EQ. بعد كده الستيب تانية هنشتغل كومبريسور، هنحط كومبريسور. ستيب رقم 3 بنعمل حاجة اسمها ماسكينج، ودي برضو تتطلب مننا ان احنا نعمل EQ مع الحاجات اللي بتخبط في بعض. رقم 4 بنشوف بقى في جروب، نعمل جروب افكت، حاجات زي كده. دي الفترة بتاعت الجروبس والافكت. رقم 5 بنشوف الليفلز، بنظبط الليفلز مع بعضيها، نشوف مين عاوز يعلى مين عاوز يوطى. وخلي بالك ان كل ستايل مزيكا ليه الفكرة بتاعته. اهم حاجة قبل ما تبتدي بس الميكس لازم تكون عندك معلومة انت عاوز تعمل ميكس ده شبه ايه. دي اهم حاجة. يلا بينا نبتدي الميكس بتاعنا. حاجة كده عملتها قبل ما نبتدي السيشن، وهي ان انا خليت البيز الكيك درام والسنير درام منفصلين عن باقي الدرام. ليه؟ لان دول اكتر اتنين بيبقوا محتاجين يظهروا ومحتاج شغل اكتر فيهم. الدرامز كله على بعضه مش هيديني الفرصة دي. عملت دوبليكيت وفصلت الاصوات، بقية الاصوات. يعني تعالى مثلا اوريك في الكيك، شلت كل الكيتس اللي كانت موجودة وخليت بس الكيك. وعملت هكذا برضو في السنير، نفس النظام. ده برضو بيقلل يعني المساحة بتاعت التراك ويخلي شغلك يبقى اسهل شوية. بالمناسبة ده انا شغال على الكيوبيز، معرفش بقى اللي هقوله ده هيفيدك ولا لا في برامج تانية. اتمنى ان هو يكون في اشباهه. يعني اول حاجة ببتديها خالص من قبل ما احط اي third party effects. third party effects هنا ده اللي انا حاطه، ده البايس بتاع الجيتار، لان احنا قلنا هنسجل ببرامج الكمبيوتر، وده بايس برضو. ودول بقى دول اللي على الستيريو. تعالى بقى افهمك واقول لك نقطة انت هتتخض بجد، هتتخض. اول حاجة في الاوت بتاعك اللي هو المفروض ده الجنرال، الصوت اللي طالع لك جنرال، بحط عليه EQ. شايف الEQ ده اهم حاجة اتعلمتها في حياتي لحد دلوقتي. عملت الشكل ده وبقالي كام مثلا تراك او تراكين بستخدم الشكل ده وناجح جدا معايا الصراحة. تعال اقول لك ايه الفكرة في الموضوع الشكل ده. اولا انا جبت EQ عادي وعملت لو كات فلتر، ده اسمه لو كات فلتر، وده اسمه هاي كات فلتر. اوكي، دول محاكي للسماعات. مثلا تعال نقول كده، محاكي لسماعات جودتها رديء جدا، تمام؟ فانت بتحاول تخلي الميكس بتاعك يشتغل في الرينج ده فقط، تخلي الخناقة تبقى طالعة من الصوت ده. وليه بقول خناقة هتعرف بعدين. وما يبقاش اعلى من كده ولا اوطى من كده، وتحاول تخلي الصوت كله متبلور في الحته دي. فلك انت تخيل بقى ان انت شغال في الحاجه طلع صوت وحش قوي دي، وبعد كده تفتح بقى الصوت بقى وتسمع بقى في اي سماعه تلاقي صوت حاجه تانية خالص. برضو لو عاوز تفاصيل عن الحاجات دي يا ريت تبعت لي او تكتب لي في كومنت. تاني حاجه، ودي حاجه برضو مهمه جدا 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 جدا، برنامج، اي برنامج عندك ستيريو،
اوكي ده اي كيو عندي ده، بس انا فاصل الاي كيو عامله باي باس، مش مستخدم فيه اي حاجه خالص وكله مقفول. مستخدمه لحاجه بقى تاني. ايه هي؟ شايف الزرار اللي هنا ده ستيريو ومونو. بخلي الميكس بتاعي كله مونو، يعني من الاخر شغال سمع على الشكل العجيب ده وبعمل مونو. يعني ليه بعمل مونو؟ لان معظم الناس اللي بتسمع مزيكا حاليا بيسمعوها من التليفون مع الاسف، فالتليفون ما بيبقاش فيه احسن جودة سماعات ولا في ستيريو، فمعظم الناس بتبقى بتسمع من السماعة اللي قد كده اهو في التليفون. يعني تخيل بقى انت عندك بقى جيرز وعدة ومعرفش ايه، في الاخر خالص بتلاقي الناس بتسمعها من التليفون، مش مكلف خاطر يسمعها يحط هيدفون. فانت بتحاول تمامك او تقلد الاشكال الوحشة، اوحش حاجه ممكن حد يسمع عليها للميكس بتاعك، وبعد كده بتشيل الحاجات دي طبعا قبل ما تطلع الطبخه. الحاجة التانية اللي بشتغل عليها وهي في الكونسول نفسه الاي كيو ده الكيك درام. بقوم جاي عامل حاجة اسمها لو كات فلتر. اللو كات فلتر ده بيقطع لي الصوت هبو كده زيادة مش موجود اصلا، وده انا ما بتسمعوش، بس بيبقى عامل مشاكل في حاجات تاني بشيله. ده مهم اوي ان انت تشيله. تعال نسمع. تعال نسمع من غير. في صوت زي هبو كده، بشيل انا صوت الهبو ده على قد ما اقدر. هو من الاخر بص، الكيك درام بالذات من 50 ل 100 في الرينج ده كده بالظبط في الحتة دي، وده اول حاجة انا بعملها. بعد كده بقوم جاي بعمل اي كيو لللو اند الاول، دي بدايتي. بقوم جاي عامل الكيك مع البيز، لان هما الاتنين دول اكتر اتنين بيبقى في ما بينهم وبين بعض خناقه. عشان كده انا قلت لك هقول لك ايه السبب لان هما الاتنين بيعزفوا في الرينج بتاع من 50 ل 100. ده البيز درام، خدت بالك برضو هو ايه في الرينج بتاعه 100 من 50 اهو ل 100. تعال بقى نشغل اللو كات فلتر ونسمع. من غير سماع في صوت هبو كده طالع، بيدي الصوت ماضي في الاخر خالص، اخر ما تسمع كل الميكس على بعض كده تحس ان الموضوع بقى تايت اكتر. ممكن اظبط سنه برضه للكيك درام. حلو. دي اول حاجه بتتعمل من غير ما احط اي ثيرد بارتي افكت او اي ثيرد بارتي سوفت وير او برنامج. تعال نخش على السنير. تعال نشوف السنير بتلعب فين. السنير برضو بيبقى فيها فريكوينسيز كتيره ماشيه على كل الاي كيو. تعال نشوف هي صوتها مدي ايه. واخد بالك برضو في عندك فريكوينسيز من 50 لحد 200. هو اصلا البيك بتاع السنير من اول ال 200 او تحت سنه. كل بقى الباقي ده ملوش لازمه، بيخبط في الكيك. من غير سامع برضو صوت الهبو ده مش حلو. تعال نسمع مع البيز. مسموح لك برضو في الفترة دي ان انت تشتغل شوية على الليفلنج، ده هيساعدك شوية، بس اعمل حسابك ان انت من اول ما تيجي تظبط الستيب 2 اللي هي الكمبريسور هتلاقي نفسك بتعيد تاني في الليفلز على حسب التراك وعلى حسب ستايل المزيكا. في ناس بتحب صوت البوم او الكيك اعلى شوية فعلتها سنة. حلو، دول اساس المزيكا، يعني ده بداية العظم العمود الفقري بتاع المزيكا. دول لازم اللي تبني عليهم ويكونوا صوتهم مظبوط. تعال بقى نخش على الثيرد بارتيز. تعال نظبط الكيك تاني. في اي كيو عندي انا بحب استخدمه قوي وهو تبع شركة فاب فلتر. ده يعني الصراحة رائع. خد بالك فيه ايه زيادات كده.
بص في حاجة حلوة كمان في فاب فلتر ده، لما تعلم بالماوس كده هيلاقيه بيطلع لك حاجات نقط بيك كده وبيديلك فيها الفريكونسي بتاعها وكل نغمة وكل الرقم اللي موجود فيها. ده بيسهل عليك شوية ان انت تقدر تشتغل على الفريكونسي دي. اسمع كده، سمع؟ بيسهل عليك ان انت تشوف الحاجات المشاكل فين اكتر واسرع من ان انت بالسمع بس. حاسس انا برضو ان البيز درام محتاج يكون تايت اكتر. تايت اكتر يعني معناه ان انت تشيل من الهبو، خلينا نقول كده. اوكي، هنعمل لو كات فلتر تاني. طبعا ده ستيج 1. يعني ستيج 1 انت بالنسبه لك بتجرب لسه وتشوف الدنيا فيها ايه وتشوف الاصوات ماشيه ازاي وتشوف الدنيا مع بعض عامله ازاي وعلاقتها مع بعض عامله ازاي، وبعد كده بتقعد تغير شويه شويه في الاكيو بتاع كل حاجه لحد ما كله يتظبط مع بعض. تعال نسمع بقى ده مع البيز. برضه هستخدم فاب فلتر. عجباني الفريكونسي دي قوي فهخليها فوق، مخليه البيز واضح. كده بقى مور تايت اكتر. خش على السنير، برضو فاب فلتر بالمناسبة اسمه برو كيو 3. تعال نشوف السنير بتلعب فين. برضه بتلعب في نفس الحته بتاعت البيز، بيخبطوا في بعض عاملين خناقه. عشان كده انا قلت لك موضوع الخناقه، يعني هم بيتخانقوا على نفس الفريكونسي. فدي وظيفه الاكيو، ان انت بتنظف عشان تشوف مين اللي انت عاوز تظهره. برفع الجزء اللي فوق في السنير ده شويه، يديله مور رومي كده، تحس ان الدنيا فيها امبيانس شويه، بيبقى الصوت مش تحسوش مكتوم كده. لحد دلوقتي جميل جدا جدا جدا. تعال نشوف بقى صوت الدرامز نفسه، نعتبره ده الروم بتاع الأوضة. بالمناسبة لما بطلع الكيك والسنير من الدرامز بقفل الكيك والسنير في بقية الدرامز التاني، عشان ايه؟ ما ينفعش يبقوا الاتنين موجودين مع بعض. تعال بقى الروم دي نشوف نظبطها ازاي. صوتها ماضي شوية كده، تحس ان الموضوع ماضي كده، في مش مظبوط. هنسمع ونظبطها. اعتقد ان انا برضو لازم اعمل لها الاول. في فلور، اللعبة ده فيه فلور، فالفلور والكيك الاتنين ايه داخلين في بعض شوية، فعشان كده ايه قللت هنا اكتر من هنا. هنا مش مقلل قوي زي ما قللت عملت لو كات في الروم. حلوة. نخش في الثيرد بارتي كيو. الفلوراية اهي، ده الفريكونسي بتاعها، ده التوم، دي فلور وده التوم. عاوز تعليهم شوية من الصوت، اعلي الاكيو زي ما انا عملت كده.
حاجة عاوزك تراعيها واحنا بنشتغل في الميكس، ما تعليش الصوت كل ما تحس ان الدنيا واضحة في حتة والصوت التاني اللي انت كنت شغال عليه بقى اقل، لا كده يبقى فيه حاجة مش مظبوطة، ولازم تعيد على الليفلز بتاعتك تاني. ما تقعدش تكمل ان انت تعلي وتوطي تعلي وتوطي، لان بعد كده هيحصل مشاكل بعدين. فانت خليك ثابت على حاجة، يعني اعلى حاجة الكيك، بعد كده السنير، البيز في النص ما بينهم، الروم ممكن اقل سنة كده. الحاجة التالتة، شايف الماستر فوليوم هنا اخره على 0، يعني انت شغال بلو 0، احنا كل ده شغالين بلو 0. انا بالنسبه لي الصراحه بحب اشتغل على لو فوليوم. ليه؟ لان بعد كده في الماستر بيديني مساحه ان انا احط حاجات تانية تخلي الصوت اقوى واحسن، فبحاول بقدر الامكان اشتغل بلو -5. سامع صوت السنير ماضي شويه، تعال نظبطها اكتر. البيز برضو حاسه لسه ماضي. طبيعي ان انت لما تشيل فريكونسيز من الحاجات اللي انت شغال عليها الصوت يقل شوية، فممكن تعمل ادجست. اديت سنة كده هاي للكيك عشان تبقى صوتها اوضح شوية. تعال نخش على العظمة الأساسية برضو، الكيبورد. زي ما انت شايف، بص بتلعب في نفس الحتة بتاعة البيز والسنير والكيك، ما دي بقى خناقات لازم انت بقى ايه توسع، ودي للنقطة اللي بعد كده وهي الماسكينج. انت بتحاول بقدر الامكان تشيل الفريكونسيز اللي مش موجودة، عشان دي بعدين بتعمل لك حاجات بتخبط في سنيرة، بتخبط في كيك، بتخبط في معرفش فين، فبص تلاقي انت مش عارف ايه السبب، فلازم تخلي عينك كمان صح. خش بقى في الجيتار بقى، المعلم بقى. ده الاي كيو بتاعه بيبقى رخم قوي وغريب، انت تشوفني بعمل الاي كيو بتاعه تخض. شايف بص فين بص ضارب في كل حته. واخد بالك انت شفت الجيتار فين، واخد له الحته دي بس. حلو، شوف على الرغم ان هو الليفل بتاعه تحت خالص، لكن ستيل لسه مسموع، وده بسبب ايه؟ الاي كيو المظبوط. الاي كيو حاجه اساسيه في الليفل، خلي بالك الكلام اللي بقوله لك ده مهم. هات ورقه وقلم واقعد اكتب ورايا. تعال نشوف بقيه الجيتارات موجوده فين. يا ساتر، دخلنا بقى في المعمعة بقى والشغل بجد. الجيتارات دي اللي فيها شغل كتير، لان هي ليفت ورايت ونص وما اعرفش ومين، فكلهم داخلين خناقة بقى مع بعض بجد بقى. خلي بالك ما يغركش ان ده عالي قوي ده واطي قوي، ازاي الليفلات ما اعرفش ايه، لا ما يغركش، النظر هنا هيخدعك. الشطارة بقى في ان انت تطلع الخناقة دي كلهم مسموعين. ده اعجاز. يعني اهم بوينت في الميكس هي الاي كيو، دي اهم من اي حاجة تاني.
يلا بينا نخش على النقطة التانية وهي الكمبريسور. بحب استخدم كمبريسور من شركة اسمها كرامر، ده بحبه جدا. يلا بينا نخش على الكيك. سامع صوت البامب بتاع الكيك؟ خلي بالك ان الحاجة اللي بتخلي السماعة بتاعت عربية مثلا ولا اي حاجة بتبقى قدامك بتتهز كده الكمبريسور. اوكي، خش على البيز. الكمبريسور برضو بيبين لك شوية فريكونسيز كده ممكن ايه ما تبقاش حلوة. خش على السنير. بالمناسبة بيبقى فيه بريسيتس موجودة اوريدي في كل سوفت وير من دول، انت مجرد بس بتعمل تويك. السنير بقت مور بانشي والبيس تحس بقى مور تايت. كيبورد. هو طبيعي كده من غير اي حاجه صوته حلو. تعالى بقى ندقق في الاي كيو، مين خابط في مين داخل خناقه مع مين، وده بيتم من خلال الاي كيو برضه. تعالى نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي في اللو فريكوانسي وهي الكيك والبيز بفتح الاتنين فاب فلتر اكيوز، ده بتاع الدرامز اللي على الشمال ده، واللي على اليمين بتاع البيز. الجزء ده والجزء ده هو الحتتين بس، يعني الجزء ده والجزء ده الاتنين دول ممكن بيخبطوا في بعض. فنعمل ايه بقى؟ انت عاوز مين اللي في الفرونت؟ انا عاوز الكيك. بتعمل الماسكينج فبتقوم جاي دايس هنا حاجه اسمها سايد شين، وتقوم جاي محدد الكيك، وتقوم جاي دايس على هذا الزرار ودايس على هذا الزرار. بكده بيبعد اول ما البيز يخش، بيدي مساحه للكيك لو بتعزف في نفس الوقت تاخد مساحتها ان هي اللي تنطلق، وهو اللي بيبقى مور ريديوس. في ناس عاوزه العكس، عاوزه الكيك هي اللي تريديوس والبيز هو اللي في الفرونت، فتعمل الناحيه التانيه. هنقفل السايد شين. حلو، ادالها مساحه في الفريكونسي الحته دي بالذات ان هي مور بامب. تعال نشوف بنعمل ايه بالجروب او الباس جروب. انا عندي عملت جروبس للجيتار دي كلها، يعني عشان ايه
احط لهم حاجة واحدة تمشي عليهم كلهم وتظبط الدنيا. زي ايه مثلا؟ زي احط كومبريسور تاني. ايه المشكلة؟ ده كده يعني الجروب بتاع الجيتارات. تمام، تعال نعمل بقى جروب للدرامز. احنا عندنا 3 لاينز للدرامز، وهو الكيك والسنير والدرامز كله على بعضه. نقوم جايين عاملين كده جروب شانل تو سيلكتد تراكس، سيلكتد شانل، ونعملها كده ستيريو، سميها درام جروب. فايدة الجروب زي ما انا قلت لك بتخلي شغل الدرامز او الجيتارات او ايا كان بيبقى ايه، الدنيا بتبقى فيه اسهل شوية. تعالى نسمع بقى الدرامز. حاسس كده يعني ان الدرامز ناقصه، حس انه البادي بتاعه عاوز يعرض شوية. فده بقى شغلة الايه الجروب باس. في عندي اسمه بلاك بوكس، ده بحبه جدا. في بريسيتس موجودة اوريدي للدرامز. تعال نسمع كده. من غير تحس ان في حاجات وضحت. ده كومبريسور باي ذا واي، بس كومبريسور فيه تيوبس. تعال نشوف بقى البيز يا عيني كده هيتظلم. نايس، انا سامع حلويات. الستيج اللي بعد كده وهي الافكتس. انت عاوز تعمل ايه فين؟ مبدئيا ابعد عن البيز والكيك، الاتنين دول حاول بقدر الامكان ما تحط لهمش افكتس. عايز احط الجيتارات طبعا يعني، بس بنعمل ايه بقى؟ مش بنعمل جيتار. ده ميزه الجروب باس. من الجروب باس واقوم جاي عامل كده ايه، اد اف اكس شانل تو سيلكتد تراك، نعمل له ستيريو ونسميه ريفرب جيتار. اوكي، تعال نسمع كده بقى ايه، سمعني الجيتارات مع الريفرب فقط. لو حسيت ان في حاجات معينة هي اللي عاوزة تستخدم ريفرب والباقي لا، مفيش مشكلة خالص، اعمل كده. يعني اعملها individual. ما يعني الجروب بس لو حسيته مش راكب على بعضه كويس، الدنيا سايحة على بعض، في مشكلة، لا قوم جاي اعملها individual واحدة واحدة زي ما انا عملت هنا، لان ده كان واخد بايس امب لوحده ففصلته عن الجروبس، وعامل انا الجروب بايس امب ليهم كلهم. تعال بقى نعمل حركة بص صايعة بقى قوي، وهي ايه، نعمل اي كيو على الريفرب زي ما سمعت كده. نايس 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 نايس. تعالى كده ايه نديها سنة فزلكة. عاوز احط ديلي على الجيتارات، اديها سنة ديلي بربع جنيه. ستيريو ديلي، بستخدم ديلي اسمه اتش ديلي. كده يا برنس تبقى انت عملت الباكينج تراك بتاعك وزي الفل و10. خد مننا وقت قد ايه؟ خد مننا شوية وقت، حبة حلوين يعني، حوالي قول
ساعتين ونص مثلا ولا حاجة. ده عشان الاليمنتس بتاعتك ايه مش كتير. لما الاليمنتس بتاعتك تزيد شغلك هيكتر والماسكينج بتاعك هيكتر وحاجات هتخبط في حاجات، يعني هتلاقي مواويل. على حسب التراك. لما نيجي نطلع بقى الخطوة الجاية بتاعت الماسترينج، انا عندي 2 methods بعمل بيها الماسترينج. هقول لك على واحدة منهم بس النهاردة، ودي مفيدة جدا وهتعجبك وسهلة وبسيطة هتدعي لي. خلصنا التراك يا برنس البرانيس، يلا بينا اكسبورت. بص بقى يا سيدي، الحاجة اللي هقول لك عليها وتدعي لي بسببها هو برنامج اسمه اوزون. اوزون عامل كذا فيرجن لكذا حاجة، منهم ايزوتوب، منهم كيو، تيب سيميليتور، حاجات كتيرة قوي، ومن ضمنها برنامج بيعمل لك ماسترينج اسمه اوزون 9. البرنامج ده انا اكتر من 99.9% بستعمله في كل الحاجات اللي انا بنزلها وانت بتسمعها. ده شكل البرنامج. البرنامج ده قوي جدا، فيه اوبشنز كتير قوي، مش هينفع اكفر كل حاجه فيها حاليا، يعني دي محتاجه فيديو لوحديها. لو انت حابب حاجه زي كده يا ريت تقول لي. رقم 1 في الشكل المسطره اللي قدامك دي هتسحب فيها التراك اللي انت عملته وتحطه هنا. شايف بقى المنظر اللي قدامك ده احلى منظر انا احب اشوفه. الوفاية صغيرة جدا جدا جدا، يعني تعال نسمع كده كام دي بي هنا على اليمين. -20 دي بي، انت متخيل؟ تعال نسمع. اعتقد ده البيك، لا هنا البيك، يعني من -20 ل -50 دي بي. ده الحاجة اللي انا بحب اعمل ماستر عليها، والسبب لان في مور روم ان انت تقدر تعمل كذا حاجة، يعني تقدر تحط افكتس تاني زيادة تظبط الدنيا اكتر وهكذا. الميزة في البرنامج ده انه عنده اوبشن قوي جدا اسمه ماستر اسيستنت. مثلا بتجيب حتة معينة، قول مثلا الهاي بيك ديت وتعملها لوب، وتقوم جاي دايس على ماستر اسيستنت، هجيب لك what are you going for، اللي هو انت عاوز مودرن، الصوت مودرن، فينتج، اللاودنس عاوزها لو ميديوم هاي، وده هتزحها فين بقى، يعني ستريمينج ولا سي دي. بسبب ان انا اللاودنس بتاعتي واطية فانا هختار لاودنس هاي، وبعد كده ادوس نيكست. الخطوة اللي بعد كده يقول لك شغل الاوديو، يلا بينا تدوس بلاي عادي خالص. بص هيعمل ايه. زي ما انت شفت هنا قاعد يعمل شوية تظبيطات كده مع نفسه لحد ما ظبط لك الصوت. في شوية تظبيطات كده انا بحب اظبطها طبعا، زي مثلا ده الاوبشنز اللي بيديها لك دي، الافكتس اللي انت ممكن تحطها، والثيرد بارتي في حاجات تبعه هو، في حاجات ثيرد بارتي. وبالمناسبة ده ستاند الون بروجرام، يعني مش لازم جوه برنامج، لا ده ستاند الون بيتفتح مع نفسه كده. تعالى نشوف شوية تعديلات احنا اللي نعملها بايدينا. انا شايف الصوت كده حلو قوي 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 قوي. بتعرف بقى ازاي اللاودنس بتاعتك دي اذا كانت هي مظبوطه ولا لا؟ هتسمعها صوتها عالي على اليوتيوب مثلا او على الفيسبوك او على الحاجات اللي انت عاوز توزعها عليها، يعني تبعتها عليها. بص مبدئيا رقم الزيرو ده المفروض احنا ما نوصلوش او نبقى تحتيه،
الزيرو ده المفروض دي الحسبة بتاعت الرقم اللي هو اللاودنس اعلى حاجة الزيرو. احنا شغالين كله ماينس، فنعمل ايه بقى؟ بص مبدئيا اللاودنس انا لسه ستيل عندي سبيس كتير جدا جدا اقدر اضيف، فبعمل ايه؟ ده الماكسمايزر ده دايما بحط الماكسمايزر ده اخر حاجه في الشين بتاعت الافكتس بتاعتي، ده كيو وبعد كده دايناميك اي كيو، لا ده دايناميك كومبريسور، دايناميك اي كيو ايمجر، يعني بعمل مور width للتراك، بعد كده تيب saturation او emulation زي ما تقول، يعني كأني بحط المزيكا دي بعديها على شريط تيب بيدي الصوت more warmth. ماكسمايزر تعالى احنا لسه ستيل عندنا ان احنا روم نزود، ده threshold ممكن نزوده. وبكده يا عزيزي تكون خلصت الميكس والماستر في اسرع مما تتخيل. خلي بالك هقول لك شويه تيبس مهمه قوي في اخر الحلقه، لازم 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 تسمعها. طيب عاوز تعمل تشيك دلوقتي بقى تشوف اللاودنس بتاعتك مظبوطه ولا لا، بتقوم عامل اكسبورت التراك بتاعك ويف، بتحط التراك بتاعك، انا دايما بحب 32 بت 48000. خلصنا الاكسبورت، تعالى بقى نقوم جايين حاطين التراك. اوكي التراك الماستر تعالى نبص كده عليه بفيجوال بس نظري. بص الليفل دلوقتي ماستر ده عامل ازاي، بام با 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 كده انت تعرف يا عزيزي ان انت في السيف سايد. بالمناسبة الاوديو ده هنزله في فيديو خاص لوحده كباك تراك، تقدر تنزل عليه السولو بتاعك، تعزف عليه اللي انت عاوزه، تسمع المزيكا برضو اللي انا عملتها. ارجو ان انت تكون استفدت يا عزيزي من هذه المعلومات الدقيقة. خش على اخر الحلقة. تعالوا كده مع بعض نقول شوية أسئلة نسألها لنفسنا، وهي رقم 1 ليه إحنا بنعمل ميكس أصلا؟ مع الصوت اللي أنا بسجل بيه كويس وحلو وجميل وأنزله كده وخلاص؟ الإجابة الحقيقة لأ. والسبب ان انت لما بتحط elements كتير في المزيكا بتاعتك بيبقى كل الاليمنتس ديت داخله في بعضيها وما بتبقاش مسموعه بالشكل اللي انت متخيله، لان انت عامل المزيكا فانت بتبقى حاسس المزيكا وتبقى فاهم انت عامل ايه، لكن اللي هيسمع الاغنيه مش بيبقى فاهم او شايف الاغنيه زي ما انت شايفها. الجزء بتاع الميكس ده بيبقى عباره عن ان انت بتفلتر وتنظف التراك عشان توصله للمستمع بشكل حلو ونضيف. نيجي نخش السؤال اللي بعد كده، وهو انا ليه بعمل ليفلنج؟ مبدئيا عشان تبقى فاهم كويس ان موضوع الليفلنج ده بيخدم المزيكا ازاي. فلنفترض مثلا ان انت راجل بتلعب جيتار زي حالاتي، لما تيجي تعمل الميكس بتاعك دايما بتظلم بقية الناس التانية، بمعنى ان انت بتخلي الجيتار هو اعلى حاجه والدرامز بيبقى واطي شويه او الفوكال بيبقى واطي شويه والكيبورد بيبقى واطي شويه، ما انت راجل جيتارست عاوز توري الناس شغلك، ودي حاجه مفهومه، ولكن ده عيب بيخلي بقيه المزيكا مش راكبه على بعضها، في حاجه مش متماسكه، في حاجه ناقصه، وده كمان برضو ما بيخدمش الاغنيه. فنصيحة مني لما تيجي تشتغل على الميكس سيب تماما الجانب الموسيقي وبص للدنيا للمزيكا والألمس اللي عندك بنظرة واحد مهندس صوت، واحد بيسمع المزيكا، يعني شوفها بنظرة مختلفة علشان تعرف تخدم الأغنية بشكل أحسن. دلوقتي في نقط مهمة جدا أنا عاوز أقولها لك لازم تعملها عشان تقدر تطلع بنتيجة كويسة. أول حاجة لما تيجي تشتغل مثلا على أغنية ميكس ما يبقاش هو نفس اليوم اللي انت سجلت فيه، خليه يوم تاني خالص. ليه؟ بتبقى ودانك اتهلكت جامد جدا 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 في وقت التسجيل، ولما تيجي تجهدها تاني من اول وجديد عشان تقعد تسمع وتعدل وتظبط هتشتغل على الاجهاد اللي ودانك وصلت له، فهتعمل حاجات واخطاء كتير. رقم 2 لما تيجي تشتغل في الميكس اشتغل الصبح بدري، تكون اول حاجة انت بتعملها، يعني ودانك ما سمعتش حاجات فيها دوشة كتير، فيها أذى كتير على ودانك. رقم 3 اشتغل دايما على صوت واطي، ما تعليش الصوت وتقول ده هتبقى مزيكا عالية ومعرفش ايه، لا اشتغل دايما بليفل واطي،
بعد ما تخلص الميكسنج بتاعك اعمل الاكسبورت بتاعك وابعته لحد من زمايلك انت واثق فيه، واثق في ودانه، سمعها له، قول له ايه رايك. واحد يكون من الناس السميعه، واحد يكون شغلته اصلا مثلا مهندس صوت او شاطر في الحته دي، سمعه وخد رايه. النقطه اللي بعد كده اسمع في كذا جهاز، مثلا ممكن تسمع في الهيدفونز، ممكن تسمع في الموبايل، في العربيه، في اي حته، وحاول تشوف ايه الاخطاء وتحاول تعدلها. رقم 6 لازم يكون عندك ريفرنس، يعني مثلا اغنية شبه اللي انت بتعمله بشكل او باخر، او انت عاوز تخلي الاغنية بتاعتك شبه الناتج النهائي بتاع الاغنية الفلانية. لازم يكون عندك الريفرنس ده علشان تقعد تعمل ماتشنج، تسمع وتشوف انا عندي مثلا ميد رينج فيه مشكله، عندي مثلا هاي رينج فيه مشكله، اللو عاوزه يوطى شويه، عاوزه يعلى شويه، وهكذا. ليفل ماتشنج ده مهم جدا ما بين المقارنه ما بين الاغنيه اللي انت عاوز تعمل لها ماتشنج. النقطه الاخيره وهو الميكس النضيف بيطلع ماستر نضيف. اتمنى تكون ان انت استفدت من الحلقه، واتمنى من كل اصدقائي اللي طلبوا مني الحلقه دي ان هم يكونوا استفادوا. اتمنى ان انت تدعمني بلايك وشير عشان نقدر نوصل للناس اكتر من المهتمين بالمحتوى اللي انا بقدمه، واشوفكم على خير.